مرحبا بكم في قناتنا، حيث نأخذكم في جولة فريدة عبر شوارع وميادين مدننا. هنا نسلط الضوء على المشروعات القومية التي تشكل مستقبلنا، وتغمر أنفسنا في تفاصيل الأخبار الهامة التي تهمكم. استعدوا لاكتشاف جمال مدننا والتعرف على قصص الأمل والإنجاز والمشروعات والتطوير الذي يخدم القاهرة التاريخية. انضموا إلينا في رحلتنا ودعونا نكون معا في قلب الحدث. تابعونا، فكل زاوية تحمل قصة، وكل تطوير يحمل شعاع أمل في حياتنا، وكل ميدان يخفي أسرارا. هنا هيا لنبدأ رحلتنا الآن. ورحلتنا اليوم تبدأ من صلاح سالم، حيث محور صلاح سالم الذي يخدم من صلاح سالم وحتى الفسطاط. وكما نجد في الصورة بأن الوصلة الأولى قد تم عملها، وجاري حاليا الانتهاء من نهاية المحور في قلب القاهرة التاريخية، وتحديدا في شارع صلاح سالم، حيث التوسعات غير مسبوقة علشان نرجع للقاهرة روحها ونبني مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وكما حضراتكم شايفين المحور هو أمامكم، ودي بعض الإزالات اللي كانت تمت في هذا الشارع، والجزء الكوبري اللي كانت النازلة بتاعت كوبري الملك خالد اللي كانت بتنزل على صلاح سالم، دي قد تم هدمها وعملنا لكم قبل كده فيديو عنها. والمحور دوت بيودي على الأباجية، وفي نفس الوقت يعني النازل من الأباجية اللي هو ده شغال دلوقتي، وبتودي على طريق حضارات، ولكن لسه طريق الحضارات في نهايته ما كملش. وكنا صورنا لكم فيديو من قيمة 10 أيام عن نهاية محور صلاح سالم اللي هو في الحضارات، وكنا بنوريكم الصبات ان هي لسه شغالة وأعمال خرسانية بتتم. وبعد ما بيتم أعمال خرسانية ويتم نهاية المحور، سوف يطلق صلاح سالم تماما، وسوف تقوم الدولة بعد ذلك بتحويل مسار السيارات اللي هي جاية من مصر الجديدة والمطار بصلاح سالم. بعد كده مش هتنزل ميدان السيدة عائشة، وهتبدأ تخش محور صلاح سالم وترمي عند متحف الحضارات. ودي القلعة زي ما انتم شايفينها هي، وده صلاح سالم. بعد كده هيجي المحور قاطع كده على طول، ما يبقاش فيه نزول. وبعد كده الدولة هتبدأ تفك كوبري السيدة عائشة على أساس إن بعد كده تعمل ممشى سياحي في منطقة السيدة عائشة. وكل هذا المحور وكل هذه الأعمال بتتم حتى نرجع للقاهرة الفاطمية تاريخها ورونقها الذي عاهدناه من سنوات سابقة في العصر الفاطمي وما بعده من عصور. ولكن مع مرور الزمن زي ما شايفين حضراتكم، هي دي كل دي توسعات تمت، وكانت هنا في نزلة كوبري اللي هي تم هدمها، وكل دي راح على الأباجية من ورا هنا. طبعا زي ما قلنا حضراتكم، كل هذه التوسعات هي بتتم على أساس إنها ترجع للقاهرة الفاطمية تاريخها ورونقها الذي عهدناه من سنوات سابقة. فبعد ما يتعمل المحور ويتفتح، سوف نصور لكم بعد كده السيدة عائشة وما يتم فيها من أعمال. وهذا هو صلاح سالم، وهذه قلعة صلاح الدين
كما ترونها في الصورة. وهذا المنظر الغروب له سحر غريب. الغروب يا سادة له سحر، سحر الجمال وسحر لا يضاهى ساعة الغروب اللي احنا بنشوفها. وإن شاء الله بعد كده نبدأ نعمل لكم الفيديوهات في لما نبدأ في إزالة، لما تبدأ الدولة في إزالة كوبري السيدة عائشة، وإن شاء الله نعمل لكم فيها حتى بث مباشر، حتى تكونوا معانا لحظة بلحظة في قلب الحدث وفي ساعة فك الكوبري والعمل به. ونتمنى إذا عجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع الفيديو.